اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير. الميزانيه اليوميه، ميزانيه النهارده ب 16 جنيه. ايوه، ب 16 جنيه هغديكي وعشيكي وممكن تفطري منها تاني يوم كمان. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف النهارده هنعمل ايه بال 16 جنيه دول. تمام، اي فلوس في ايدك والله ممكن تعملي بيها اي اكل، اي حاجه تخطر على بالك. تمام، 16 جنيه هنعمل اكله جميله جدا جدا مفيش حد بيختلف عليها. نعمل النهارده بصوره. تعالوا بقول لكم اشترينا بصورة بقد ايه، وهقولك في الفيديو ده ازاي تخليها من ربع كيلو بس بصورة هتعملي اكتر من 5 6 اطباق. هتقولي لي ازاي؟ هقولك والله العظيم 3 زي ما بكلمك. 16 جنيه وربع كيلو من الفول المدشوش. تمام، واربع حزم من الكزبرة، وهنعمل بجد اكلة تحفة تحفة تحفة. تمام، وهتكفي والله ممكن تكفي كمان لتاني يوم. تعالي بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه طبعا عملتها ان انا غسلت الفول المدشوش كويس جدا، وبعد كده حطيت ميه، وحطيت الخضره بعد ما اتغسلت وبصلايه وفصين توم. بس طبعا البصل موجود في البيت والثوم موجود في البيت والخزين ده اساسي، المفروض ان هو يعني ما نختلفش عليه خلاص، عشان ما حدش يقول لي اقتصاديه ازاي وفي بصل والثوم. لا، هي اقتصاديه جدا. عندنا هنا بصلايه او بصلتين حسب قدرتك، هتقطعيهم جوانح كده وترش عليهم شويه ملح وتركنيهم لي على جنب. وبعد شويه هتقليهم في الزيت، زي بصي وانا مش حاطلك زيت كتير يعني في الطاسه ولا حاجه، حبه زيت اهم على قدهم خالص. هنيجي بقى هنا للبصاره بعد ما خلاص استوت معايا، هحط ورق لوري وهحط حبهان وهكتم عليه الحله لغايه ما تبرد مع نفسها علشان هضربها في الخلاط. لو انت عندك هاند بلندر مفيش مشكله. تمام كده. ننزل بقى هنا في نفس ذات الحله غسلناها ورجعنا لها تاني، ما احنا مش هنعمل مواعين بقى ونخسر نفسينا. في نفس ذات الحله حبه زيت نضاف كده محترمين، وحطيت عليهم معلقه من السكر. مستغربيش من معلقه السكر دي، مش هتخليلك ابدا 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 البصاره تعملك حرقان خالص، وهتديها طعم سكر بجد تبقى قمر قوي. الله يرحمها حماتي كانت بتحب تاكل البصاره دي من ايديا. ادعوا لها بقى بالرحمه والمغفره. بعد كده يا ست الكل، بعد ما شوحنا شويه كده السكر، مش عايزينه يتكرمل ولا حاجه. شوحنا بس شويه كده في الزيت، ونزلنا بقى ايه بالبصاره بتاعتنا بعد ما ضربناها في الخلاط وصفيناها من اي شوائب، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الورق ورق اللوري والحبهان. تمام، نملح بقى ونبهر. وانت متملحه وتبهري، اقري كده سوره لإله في قريش، صدقيني هتلاقي الحله بتاعتك اللهم بارك اللهم بارك زادت وكترت. التركه اللي بعد كده ان انا بحط لها نشا. ليه؟ لان انا ما بخليهاش تغلي وتنحر في قلبها كتير كده وتقعد تهري وتنكد في نفسها، لا، بخليها تغلي 3 غلوات 4 غلوات كده، واول ما احس ان هي تمام تمام كده بحط طبعا الملح والكمون والكزبره بس، ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر بس، محطش اي حاجه تاني. وبعد كده بحط النشا خلاص علشان تربط معايا وتديني كمية أكتر زي ما هتشوفي دلوقتي. عايزة أقول لكم اللهم بارك عملت لها 6 أطباق بسم الله ما شاء الله من ربع كيلو. ربع كيلو فول مدشوش، اللهم بارك، كانت طعمها تحفة. والبصل زي ما انتم شايفين حطينا عليها كده وزوقناها، اللهم بارك. أكلة موفرة جدا وصحية كمان في نفس الوقت. وكمان هنا بقى ايه، حطيت بقى الليمون ده بقى انا سلفاه من جارتي الله يبارك لها. عاملة كده ليمون بصراحة تحفة، تسلم إيديها بجد بجد بجد. جارتي اللي في وش دي أنا باحبها جدًا، فباحب أستلف منها الليمون، وهي بصراحة ما اتأخرتش، بعتت لي طبق ليمون قد كده. ربنا يبارك لها في عيالها يا رب، ويبارك لها في صحتها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو ده. سلام عليكم.